السلام عليكم ورحمة الله، ورجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة وطريقة جديدة. طبعا هنا مثل ما تشوفون قدامكم، هنا عندي أنا شجر. اليوم راح أسوي مرقة الشجر بطريقة كلش طيبة ومختلفة، وراح أخليكم تحبون مرقة الشجر من ناو جاي إن شاء الله. فخليكم وياي وتابعوا الفيديو للنهاية. طبعا بالمناسبة قبل ما أذكركم، أنا هاي كل مرة أذكركم، طبعا إذا كنتوا جديدين على القناة خلونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى تشوفوا كل فيديوهاتي اللي أنزلها أول بأول. وأنتوا اللي مو جديدين طبعا تعرفون بعد القوانين، خلوا لايك واشتراك وكومنت حلو من إيديكم. يلا خلينا نبلش ونقول بسم الله. المقادير معروفة. هنا أنا عندي شجر، هنا أنا عندي حبة من البصل مقطعة بهذا الشكل. هنا عندي حمص منقعته أني، هنا هذا حمص طبعا ما نحصه للمعلومة. وهنا أنا عندي لحم طبعا ما استخدمه كله. حبايبي حبيت اوضح لكم فد معلومه كلش بسيطه وصغيره عن اللحم، ليش ما تخلينه هوايه. يعني هاي الامكانيه واحنا على قدنا يعني. فاني امشي اموري بقطعه لحم، اسوي لي جدر كامل، امشي يومي بخير وسلام وبراحه بال وبرضا، والحمد لله على كل حال. فانتوا اذا تحبون تضيفون نص كيلو هاي تبقى حسب رغبتكم، انا اعطيكم الفكره بس. فان شاء الله يا ربي وصلت المعلومه. فخليكم ويانا وتابعوا الفيديو للنهاية. فخاف احنا عندنا قطعة لحماية نقدر نضيفه، اكو غيرنا ما عندهم اصلا يخلون لحم، فاخلي وكل من ياكل شوية شوية، والستر والعافية والصحة وراحة البال هاي ما تتعوض. فيا رب ان شاء الله فهمتوا شنو اقصد، وان شاء الله يا رب يرزق الجميع ويرزقنا. اجيب الجدر اضيف به قطعة من اللحم، وهاي القطعة الثانية، وهسه راح اخلي وياه الحمص، يعني راح اسلقهم سوا. حبايبي غسلت اللحم وغسلت الحمص، انا قلت لكم اوريدي منقعته. فهنا غسلتهم سوا اثنيناتهم وضفت لهم المي، وهسه راح اضيف، لان المي انا اريده مال اللحم، فراح اضيف عليه فلفل اسود وحبات من القرنفل حتى تروحنا كل الزفاره. صراحه ما متوفر عندي ورق الغار، يعني ما طالعه صار لي هواي صراحه. فورق الغار هم ايضا تضيفوه. وهسه نغطي الجدر ونخليه على النار. وهنا حبايبي خليت الجدر على النار، هسه راح اتركه الى ان يفور عندي وهسه راح نبلش نقشر الشجر مثل ما تشوفون قدامكم بهاي الطريقه. هسه انا حبايبي مثل ما تشوفون قشرته بهاي الطريقه. واخذ طبعا بس حبيت معلومه، استخدموا الشجر الكبار للمرقه، يصير كلش طيب. مو هذا كلش الكبار مبالغ، لا يعني يصير هيجي احجام. شوفوا هذا حجم هيجي يصير مال المرقه كلش طيب، لا تستخدمون احجام صغيره. فهسه مثل ما تشوفون بلشت اقشره، ومو نقشره كلش. شوفوا يعني شوفوا عبالكم معكم بيه بقايا مال هذا القشر. فهنا حبايبي تشوفون بلشت اقشر الشجر. طبعا راح اسوي كل الكميه عفوا، ما راح اسوي كل الكميه هواي هذا. راح اسوي من عندش كم شجرايه، لان هواي صراحه هذا بكيلو، راح اسوي بس كيلو. هنا انا بعد ما قشرت الشجر وخلصت كل الكميه، هسه بلشت اقطعه على شكل دوائر بهاي الطريقه، واكمل كل الكميه. هنا حبايبي راح ابلش اغسل الشجر. طبعا راح افتح البوري ونجيب الشجر ونغسله هسه. غسله غسل كلش زين. الماعون حتى يصفى عندي بالماء كله. هسه سند البول، هسه نتركه يصفى عندنا من الماء مالته. هنا أنا حبايبي مثل ما تشوفون صار عندي الجدر، شلت كل الزفارة. هسه شو اسوي؟ اغطي الجدر ونص النار. هسه نصي النار ونتركه الى ان يستوي عندنا على النار. هسه راح اخليه زيت، ما نخليه هوايه.
مثل ما تشوفون هسه راح اشيله. هاي القطعة الثانية. شوفوا حبايب، هسه راح اخليه بالجدر واحمسه. بسم الله. حبايب شوفوا لي الحمص شلون استوى عندي. اغطي الجدر نرجع للحمايه مالتي. لحمايات هنا راح احمس اللحم كلش زين واضيف عليه البصل هسه راح اخلي البصل بعد ما نحمس عندي اللحم. هنا مجرد ما يدبل عندي البصل ونضيف الشجر. راح نضيف الشجر نحمسهم سوا. هسه نغطي الجدر. هسه نغطي الجدر. نضيف رشة من الكاري بعد ما ذبل عندنا الشجر وحمسته. راح اضيف عليه رشة من الكاري مثل الاسود وشوية كركم ينطينا لون وطعم طيب. هسه نقلب. هو اهم شي ينحمس زين عندكم، من ينحمس زين هسه طيب. وهسه حبايبي بعد ما ذبل عندي الشجر هسه راح اضيف مي اللحم شو اسمه والحمص اللي سلقتهم. راح ازيده مي. هسه راح نغطي الجدر. طبعا هنا اخر شي راح اضيف رشه من الملح. بالنسبه للتمن العنبر اللي يقول عندنا يعجن، لا تغطون لا تغطون الجدر، وهو ما يعجن عندكم، لا تغطوه الجدر، لا تغطوه. تشوفون هنا بعد ما خلص ميه، بس شوفوا لي شلونه نصيته، بس شوفوا لي الحبايه شلونها ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هاي بدون بزل، شلون التمنايه مصفطه. طبعا هسه راح احركه مثل ما تشوفون بهاي الطريقه حركه اني عاده. شوفوا شلون صار ما شاء الله يخبل. بالمناسبه انا منزلت لكم طريقه طبخ تمن العنبر مال الحصه. شوفوا لي شلونه ما شاء الله بناتي. شوفوا شلونه شلون تمنايه ما شاء الله، شلون مصفطه صفط وبدون بزل وما معجن. شوفوا حبايبي غدانا صار جاهز. هذا التمن كمل مثل ما تشوفون. وهنا شوفوا لي المرقه شلون صارت عندي ما شاء الله بعد ما استوت عندي وكملت. طبعا انا من عشاق هذه المرقه، كلش احبها. الصفرة صح احب الحمراء، بس الصفرة كلش احبها، كلش احبها. عباك ماكله تشرب لحم ما ماكله يعني مرقه شجر صراحه يعني والله عبالك طعم تشرب لحم من دا اكلها. فان شاء الله يا رب حبيتوا الفيديو وعجبتكم الطريقه. لا تنسون تدعمونا بلايك للقناه واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تشوفون كل فيديوهاتي اللي انزلها. بس شوفوا لي شلون قوامها وشكلها كلش. وهنا بعد ما المرقه استوت عندي وصارت جاهزه هسه راح نصب. نقول بسم الله. أنا حبايبي صار جاهز. يا رب إن شاء الله عجبتكم الطريقة وحبيتوا الفيديو. لا تنسون تخلونا لايك للفيديو، اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تشوفون كل فيديوهاتي اللي أنزلها. يلا هسه نذوق وياكم ايش كم لقمة ونقول بسم الله. شوفوا لي شلون هاي مرقة الشجر شلونها تخبل ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي شلونها ما شاء الله شلون ذاقة ذوق. نقول بسم الله. نخلي حمص طبعا. نقول بسم الله. شوفوا لي التمن شلونه ما شاء الله. طبعا ما احكي لكم عن الطعم كلش طيبه ما شاء الله. شوفوا التمن شلونه، شلون الحبايه كامله. حبايبي اذا تحبون تشوفون الطريقه تلقوها بقناتي على اليوتيوب. طبخ تمن العنبر مال الحصه. شوفوا لي شلون الحبايه واقفه، شوفوا لي شلون يخبل ما شاء الله. ولهنا وصلتوا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يا رب عجبتكم الطريقه وحبيتوها. ولا تنسون سووا هاي على طريقتي وراح تحبوه وراح تدمنوه للمرقه الشجر، تدمنوها للمرقه حرفيا كلش طيبه.